دكتور انا سني كبر، ما تقوليش عمليه وانا هعيش قد اللي عشته قبل كده. كتير جدا بنسمع القصه دي. جيلنا مريضه ست طيبه من اهالينا عندها 65 68 سنه وعندها خشونه متقدمه في مفصل الركبه او عندها قطع كبير في اوتار الكتف، بننصحها بعمليه بنلاقي الكلمه الصادمه يا دكتور انا مش حمل عمليات. الحقيقه عمر ما كان السن عائق قدام اي عمليه، لان اللي كان بيعتبر زمان سن شيخوخه سن 60 و65 سنه دلوقتي بقى سن ما هواش سن شيخوخه زي ما كنا بنتكلم زمان، بقى سن منتج. ممكن تكون ربة منزل، ممكن يكون حد بيشتغل بيطلع بينزل بيسوق، وبالتالي كلمه ان سن كبير مش هينفع اعمل عمليه ده اعتقاد خاطئ جدا جدا، وبنعاني كتير جدا عشان نفسره في عيادتنا. لما يكون مريض عنده كسر، عنده خشونه، عنده قطع في اوتار ايا كان سنه 60 70 75 80 لحد توصل 90 و100 سنه في الكسور، ما دام بيتعمل له بري اوبراتيف اوبتمايزيشن بشكل مظبوط، يعني بيتم اعداده من ناحيه تخديريه وتحضيره لبعد العمليه لو احتاج نقل دم او خلافه، بنقدر ان شاء الله نوصل لجراحه امنه. ونقول تاني عمر السن ما كان عائق في عملياتنا في جراحات العظام.